آخر ما قاله مدرب الوداد المغربي فاندن بروك عن مواجهة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا. شاهد ماذا قال. ولكن في البداية صل على سيدنا محمد، ولا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة حتى يصلك كل ما هو جديد وحصري. علق البلجيكي فاندن بروك مدرب الوداد المغربي على مواجهته المرتقبة مع النادي الأهلي المصري في نهائي دوري أبطال إفريقيا، وأدلى بتصريحات صحفية خاصة نقلتها الإذاعة المغربية منذ قليل. قال فاندن بروك: جئت لتدريب الوداد المغربي منذ أسابيع قليلة، وتوليت المهمة الفنية لكي أحقق لقب الدوري والكأس ودوري أبطال إفريقيا. لدينا مواجهة مهمة بعد أيام قليلة مع النادي الأهلي المصري في النهائي الإفريقي. أرى أن لا يوجد أي فوارق بين الأهلي والوداد. المباراة ستكون متكافئة بين الفريقين. كنت لا أعلم شيئا عن الأهلي في الفترة السابقة، ولكن الآن علمنا كل شيء أنا وجهازي المعاون. لن أذهب إلى القاهرة للعودة بأي نتيجة من هناك. سأذهب من أجل تحقيق الفوز والعودة بنتيجة مريحة لجماهير الوداد المغربي. مباراة القاهرة ستكون شبيهة بمباراة كازابلانكا. الفارق سيكون في اختلاف الجمهور هنا وهناك. وأضاف فاندن بروك: لا أعطي اهتمام بعامل الأرض كثيرا. الطريقة التي ألعب بها في ملعب فريقي لن تتغير عندما أذهب لملعب الخصم. يسعدني كثيرا أن أرى في وجوه اللاعبين الإصرار على تحقيق هذا اللقب للمرة الثانية على التوالي، وأقول لهم دائما: لا بد أن تثقوا بقدراتكم الفنية والمهارية. الأهلي سيدخل المباراة ولديه دافع الانتقام، وهذا سيشكل ضغطا كبيرا على لاعبيه. أنتظر كل جماهير الوداد في النهائي.